بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ كده خلينا نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله ما شاء الله. النهاردة يا بنات هنعمل شوية فول، إنما زبدة، شوية فول مدمس حكاية. أقسم بالله شوية فول أحلى وأجمل من بتاع المطاعم والمحلات. هنعمل الفول الجاهز بتاع المطاعم، الفول الجاهز بتاع المحلات بكل حاجة فيه على قد اللي انت هتطلعيه بس، وتحطيه في الطبق وتحط عليه شوية كمون وشوية فلفل اسود، وهتاكلي شوية طبق فول. بصي يعني هتحلفي ما اكلنا في حلاوة ولا طعم الطبق الفول ده قبل كده. ده الكمية دي ما شاء الله انا عاملاها بكيلو فول مدمس، بكيلو فول والله ما شاء الله عملت 15 كيس من الفول المدمس. يعني الكمية دي كلها انا عاملاها بكيلو بس من الفول ما شاء الله تبارك الرحمن. وشوية فول زبدة. رمضان داخل علينا بقى والاكلة دي اساسية في السحور كده. احفظي الفيديو عندك عشان خاطر لما يجي رمضان باذن الله كل سنة وانتم طيبين تعتمدوا الطريقة دي وما تبطلوش تعملوها. طب بقى الطريقه معايا ازاي؟ تعالوا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا معايا كيلو من الفول المدمس، انا بروح للعطار او في السوق او في اي محل كده وبقول له انا عايزه كيلو من الفول المدمس، تمام. وبجيب عليه تمن من الفول المدشوش، يعني ب10 جنيه فول مدشوش. التمن يعني ب10 جنيه مش ربع، لا تمن فول مدشوش. وبغسلهم هما الاتنين غسله كويسه وبنقعهم من بالليل، يعني بسيبه منقوع من بالليل. بصوا الفول لما بيتنقع من بالليل ما بياخدش معاكي سوا وبيستوي في ثانيه. وغير كده ما شاء الله تبارك الرحمن اللهم صل على النبي، الحبايه بتاعته بتزيد الضعف، يعني حبايته بتكون قد ما انت بتكوني شارياها مرتين ما شاء الله. بعد كده بصفيه تصفايه كويسه كده وبجيب حله. بصوا الفول ما شاء الله من كتر ما هو منقوع ما شاء الله الحبايه اتفتحت. لو مش عايزه تنقعيه من بالليل عادي انقعيه بالنهار، بس حط عليه ميه سخنه عشان لازم ان هو يفضل ايه يعني يتنقع شويه، قيمه 3 ساعات 4 5 ساعات حتى عشان ما ياخدش معاكي سوا ويستوي في ثانيه. هجيب حله وافضي فيها كميه الفول اللي انا عاملاه. انا نقع الفول المدشوش مع الفول المدمس الاتنين مع بعض، تمام كده ما شاء الله. واحطهم في حله، عايزه تحطهم في فواله برضو تمام، بس الحله هتبقى معاكي سهله عشان لما تيجي تقلبيه. وكمان لان الفول لما بيستوي بيزيد، فعشان ايه يعني ما شاء الله الكيلو الفول ده مع الفول المدشوش هيملى ما شاء الله الحله دي كلها. بعد كده بحط عليه ميه، يا دوب الميه تكون مغطيه الفول، يعني انا عايزه الميه تكون مغطيه الفول، لو عايز ميه هحط له ميه. بعد كده بجيب تمن من العدس الاصفر ده وبغسله غسله كويسه وبحط التمن برده ب10 جنيه. يعني انا بحط على الكيلو الفول تمن عدس، يعني ب10 جنيه عدس وب10 جنيه فول مدشوش، تمام. وبحط عليه ليمونتين وهو بيجي يغلي كده. الليمون ده ولا بغير اللون الفول ولا بغير طعمه حتى لو فضل محطوط في التلاجة ساعة. وبجيب حبايتين طماطم وبخرطهم تخريط ناعم بحطه، وبرده قرنين فلفل بارد وبصلتين وبخرطهم وبحطهم عليه ساعة لما يجي يغلي كده. الناس اللي بتحب الفول حراق شوية وفي سنة حرارة عادي حط قرن فلفل حامي او نص قرن كفاية على حسب ما انت بتحب الحرارة. بعد كده هقلبهم مع بعض تقليبة كويسة زي ما انتوا شايفين كده، واسيبه اول ما بيغلي على نار عالية. ههدي عليه النار خالص، يعني النار تكون هادية عليه خالص. خليه يستوي على نار هادية بإذن الله إن شاء الله أقل من ساعة الفول هيكون مستوي معاكي. حاجة غطى عليه، ما تغطيش غطا الحلة خالص، سيبيه موارب شوية. حتى غطا الفوالة برضو ما تغطوهوش قوي، يعني سيبيه برضو موارب ايه شوية، وسيبيه لعندي لما يفور. وأول ما يفور هدي عليه النار. بصوا بقى ما شاء الله تبارك الرحمن، شوية فول زبدة. أقسم بالله انتوا شايفين الزيت اللي فوق ده من البصل ومن الفول ما شاء الله. الفول مع البصل مع البهارات الخضار اللي انت حطاها اصلا مطلعه زيت على الفول من فوق. هو ما شاء الله كده استوى للناس اللي ما بتحبوش بطماطم، يعني بس يسيبه يبرد ويعبيه في اكياس. طب الناس اللي عايزاه زي بتاع المطاعم والجاهز بالظبط، اللي هو بالفول الجاهز اللي هو بيبقى عليه طماطم، نعمله ازاي؟ بالكميه اللي احنا شايفينها في الخلاط دي. بصوا بجيب راس توم وبقشرها وبحطها في الخلاط، وبصلتين وبخرطهم في الخلاط، وبملى نص الدورة او الشفشق بتاع الخلاط طماطم، بقطع فيه طماطم يعني، وبضربهم مع بعض ضربة كويسة كده، واحطه على الفول اول ما يستوي. يعني ساعة لما يستوي كده بحطه على الفول. شايفين لون الفول عامل ازاي؟ اقسم بالله فول المطاعم يعني ده فول المطاعم والمحلات، واحلى واجمل وانضف كمان والله. هسيبه قيمة 10 دقايق كده يفور مع بعضه، وبعد كده هطفي عليه النار. ما شاء الله. ولا حطيت نشا ولا حطيت اي حاجه للناس اللي بتحط عليه نشا، والناس اللي بتقول الخضار بيغير الفول او بغير لونه. والله العظيم الخضار ولا بغير لونه، انا بعمله يعني بقالي سنين بالطريقه دي، ولا بغير لونه ولا اي حاجه، والفول بيفضل معايا على قد ما بيخلص وهو بنفس اللون بتاعه. سيبته يبرد بقى. بصوا ما شاء الله يعني منشي وماسك عامل ازاي، ولا حطيت نشا ولا محتاج اصلا ان هو يتحط عليه نشا. الخضار اللي انا حطاه مع الفول ما شاء الله مطلع زيت والله العظيم. شويه
شويه فول كهرمان، يعني شويه فول زبده كده. عبيهم بقى في اكياس، عبيهم بقى في الاكياس زي ما انت شايفه بالطريقه دي بقى، وحطهم عندك في الفريزر، وكلي بقى اجمل واحلى شويه فول. الواحد بيروح المحل كده بيشتري شويه فول ب10 جنيه، مش بيبقى باينين في الكيس اصلا. ده انت فول عاملاه وغسلاه ومتاكده منه، وحاجه نظيفه وحاجه كويسه، وطعمه احلى واجمل من بتاع المحلات، وهيوفر عليكي فلوس كتير والله العظيم. انا ما شاء الله بكيلو فول يعني قولي 50 جنيه مثلا، 50 جنيه 60 جنيه، عملت 15 كيس فول. يعني مثلا لو الكيس ب10 جنيه اكيد مش هيحطوا الكميه دي اصلا، يعني لو الكيس ب10 جنيه هقولي ب150 جنيه، يعني هتوفري اصلا كمان فلوسك، وحاجه انت عاملاها وحاجه انت نظيفه ومتاكده منها. ويا رب بقى لو حد استفاد منه، ولو حاجه قليله، لو حاجة قليلة يا ريت ما يبخلش عليا باشتراك في القناة. ويا رب يا رب يا رب كل ايد كده تنزل وتضغط على كلمة اشتراك، يا رب الايد دي تلمس الكعبة وتلمس قبر سيدنا محمد السنة دي، يا رب يا رب يا رب، اللهم امين اللهم امين يا رب العالمين. ما تبخلوش عليا باشتراك في القناة، البخيل اللي مش هيشترك في قناتي على فكرة. ما تبخلوش عليا باشتراك في القناة، ويا ريت تدعموني وتكبروني. ولو عايزين اي وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، انا بحب الوصفات ديت، قولوا لي في الكومنتات وانا هعملها لكم باذن الله ان شاء الله. وكل سنة وانتم طيبين، واحفظوا الفيديو ده لرمضان ان شاء الله، هترجعوا له وجربوا الطريقة ديت، وقولوا لي في الكومنتات بامانة. كل اللي يجرب الطريقة ديت بعد ما يجربها يجي ويقول لي ايه رأيه في الكومنتات. وما تنسوش تصلي على النبي في الكومنتات، خلي الصلاة توصل لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وبحبكم قوي ومع ألف سلامة. ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشيروا الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد من الناس، ومع ألف سلامة.